راح جوزي يجيب لنا أغراض بين ما أحضر الفطور، فقلت بجليهم مشان ما يتراكموا مع جلي الفطور. مثل ما قلت لكم هيك ببداية الفيديو، بحس هيك يوم العطلة بيمضى هيك بسرعة، يعني بيمضى هيك بجيبان الأغراض وتطبيق الأغراض، وبين ما هيك نجهز للغدا ونتغدى بيكون خلص النهار وما لحقنا نطلع على محل، وخاصة هلأ بالشتاء يعني نهار كتير قصير. وهلا هيك خلصت الجليات وبلشت أحضر الفطور، لأني الصراحة يعني جعنا، وصار مو الظهر، صار يعني العصر تقريبا. إيه يا صبايا، انتو كيفكن؟ كيف الأجواء عندكن؟ احنا الجو عنا كتير يعني برد ومطر يعني، والجو ما خرج أبدا هيك طلع على محل. لذلك هيك يعني فيديو اليوم كله بالبيت وتطبيق أغراض وهيك بس. يعني عنا نحنا هون المدارس تقريبا يعني ولادي خلصوا فحص هذا الأسبوع، يعني بيروحوا على المدرسة، في دوام لسه بس خلصوا فحوصات. يعني بقضي موضوع بين هيك وهيك، يعني يوم بيروحوا يومين بيعطلوا. والجمعة عنا الجلاءات، توزيع الجلاءات، الله هيك يوفقون ويوفق جميع الأولاد. وبعدين تجي العطلة الانتصافية، عطلة 16 يوم. وهيك الحمد لله عم بيمر هيك العمر بسرعة، الله هيك يعفي عنا يا رب. ايه يا صبايا، مين منكم بدي يصوم من أيام البيض؟ هلا أنا إن شاء الله إذا الله راد، إذا الله راد بدي صوم من الاثنين والثلاثة والأربعاء إذا الله راد. يعني إيه هيك نهار قصير، يعني الواحد ما بيحس يعني بنهار، بين ما يفيق ويضبضب ويخلص شغلاته ويعمل العشاء بيكون أدى المغرب. الله هيك يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب. هون عملت هيك فول، لأنه نحنا فول مدمس الصراحة. ناس بتعمل فول يعني بخضرة، وناس بتعمل هيك الفول بلبن وطحيني. هلا بخضرة، فول بخضرة طيب، وبلبن وطحيني كمان طيب، بس احنا بنحبه يعني بلبن وطحيني أكتر من الخضرة. فأنا يعني بحط له شوية ملح، بحط له ومعلقة صغيرة كمون ورشة صغيرة بهار وعصرة ليمونة وطحينة كمان بحط له كل ما. خلصنا هيك تجهيز الفطور، والله هيك يديم علينا وعليكم جميع النعم يا رب، يديم علينا الصحة والعافية. وهم بنتي وهي عم بتصب الشاي فطقت الكاسة. بقى صبايا اللي عايشين بتركيا ما بنصحكم أبدا تجيبوا من هالنوعية. ما صار لي جايبتهم، كل ما صبينا الشاي بتطق كاسة فيهم. وبعد ما خلصنا الفطور جليت بنتي الجليات، وأنا هيك ضبضبت البيت وكنسته ومسحت الغبرة. بتعرف الواحد ما بي يعني الوحدة ما بيصح إلا تحوسي، بقى هيك ضبضبت يعني الوجه وقلت لفت بقى الأغراض معاكن. وهدول أغراض الفطور طبعا فضيتهم قبل الفطور، بس بقى صورتهم مشان نحطهم بالفيديو سوا. شوي من عند السوريين بنجيبهم، وشوي من البيم، ماركة البيم. يعني لأن في أغراض ما بنلاقيهم بالبيم بنلاقيهم عند السوريين. يا صبايا، إذا عم تعجبكم فيديوهاتي بتمنى منكم هيك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ولا تنسوا لي اللايك، وبتمنى منكم هيك تدعموني أكتر وأكتر مشان هيك ضلوا استمر إن شاء الله. وهلا بقى بدي افضي هيك اغراض الشوك. هدول الاغراض جبتهم من ماركة الشوك. هلا هون عنا بتركيا في اليوزبير وفي البيم وفي ماركة الشوك. هلا انا في كتير اغراض يعني بجيبهم، ما بستنى جوزي ليجيب لي اياهم، يعني ما بستنى ليوم العطلة. بس بقى مثل ما كنتوا شايفين بالفيديو يعني اغراض هون تقيلة، يعني هلا مثل الزيت والدواء غسيل، يعني الواحد ما بيجيبهم يعني بكمية قليلة، بنجيبهم بكميات كبيرة يعني.
بقى لذلك يعني القصة يعني بدها زلمة. يلا الله هيك يقويهم يا رب ويرزقهم. وأنا عم طبق هيك الأغراض وبفضيهم كمان، بدي الله يرضى علي جنبي هيك كمان. جلي الفطور وخلصنا هيك يعني تقريبا تطبيق هيك الأغراض. وهلأ بعد ما خلصت بدي أجهز بقى لسهرتنا. تعرفوا يعني السهرة هيك طويلة وليل الشتي طويل، بقى إجباري الواحد بده شي هيك يتسلى فيه. ولا تواخذوني صبايا إذا في أي أخطاء هيك بالتصوير، لأني لساتني جديدة على القناة ولسه هيك التصوير جديد علي. وهيك بس بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو صبايا، وبشوفكن على خير وبأمان الله صبايا.